صباح الخير يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قلت بعمل معاكم النهارده طريقه الممبار المصري. اول حاجه هناخد الزيت، هنجيب البصل، نحط البصل زي ما انتم شايفين كده. بنقطع البصل ونسيبه بقى لما ياخد لون ذهبي. هنجهز معانا الصلصه على ما البصل يحمر، بعدين بحط الصلصه. دلوقتي البصله احمرت معانا، انا بحبها يعني تاخد لون بس كده ايه بسيط، ما بحبهاش يعني محمره جامد زي ما انتم شايفين كده. هنزل بقى بالصلصه عليها. دلوقتي انا حطيت الصلصه، هسيبها بقى بتاع ربع ساعه لما تتسبك، وبعد كده بقى هجهز الرز وابدا احشي معاكم الممبار حبايبي. ودلوقتي انا جبت معاكم الممبار زي ما انتم شايفين كده. انا عامه شارياه متنضف جاهز، بس لازم برضو بعيد عليه تنظيف زي كده. شايفين طريقه كده او كده زي ما انتم شايفين. او برضو اللي متعرفش تعمله ممكن اجيب القطاعه كده بعدين اعمله كده. تمام. هو عامه نضيف جدا يعني زي ما انتم شايفين، بس برضو لازم احنا بنعيد عليه تنظيف اهو. ونقوم حاطينه في الميه كده. حلوين اللي معايا زي ما انتم شايفين. خلاص انا بدات اخلص غسيل اهو زي ما انتم شايفين كده. دي اخر قطعتين معايا بقى، انا حاطاه في ميه زي ما انتم شايفين. ده بقى احط عليه هنا دقيق ذره، وهسيبه بقى بتاع ربع ساعه على ما اغسل الرز كده واجهزه، وهصوره معاكم تاني برضو. ودلوقتي انا هعمل مع الممبار زي ما انا قلت لكم فراخ. دلوقتي انا جبت معاكم الممبار اهو زي ما انتم شايفين. كنت نقعاه في ملح بليمون بدقيق ذره. هبدا بقى اغسله عشان اصفيه. دلوقتي زي ما قلت لكم هبدا اعلق على الفرخه قبل ما اضحش الممبار. زي ما انتم شايفين معانا البصل، معانا قرن واحد شطه، معانا هنا توابل بصل بودر ثوم، معانا بهارات بابريكا فلفل اسود حبهان، عامه جميع التوابل اللي بتاعت الفراخ. وزي ما انتم شايفين هبدا دلوقتي اعمل معاكم الفرخه تحشيها. ابدا هنا اقطع البصل حلقات، معانا هنا توابل ملح، توابل عربيه، فلفل اسود، كركم، حبايه. هنعملهم كده. اجيب الفرخه زي ما انتم شايفين وابدا احشيها بقى بالخلطه بالحاجات اللي انا عملتها، البصل، التوابل العربيه، الملح. احشيها كده كويس.
كل ما بتعملوها بتحشوها كده بتبقى جميله ونفسها حلو، وكمان بتشرب من الخلطه بتاعتها. ابدا اجيبها كده كتفها زي ما انتم شايفين. كده خدها بقى. ودلوقتي انا كنت غاليه ميه زي ما انتم شايفين، حاطه فيها ملح وثوم وبصل وفلفل وطماطم وبصل شرايح، وغليها من الشوربه وفيها توابل عربيه، ومعانا الفرخ. ابدا احطها بقى زي ما انتم شايفين كده. زي ما انتم شايفين. صدقوني والله لو جربتوا الطريقه دي هتعجبكم جدا. زي ما انتم شايفين كده، واسيبها بقى تستوي براحتها بقى على النار هاديه على محشي الممبار واجهزه معاكم. ودلوقتي انا جبت حله حطيت فيها شويه ميه تغلي زي ما انتم شايفين عشان الممبار. هبدا بقى احط هنا معلقه فلفل اسود كده، معانا هنا شطه ناعمه عشان احنا عندنا بنحبه حراق شويه، يعني هنا حبهان. لازم برضو توم باودر بتدي نكهه جميله، ودي التوابل العربيه. معانا هنا يعني ربع معلقه كركم زي ما انتم شايفين. بقى الملح، هبدا احط بقى البصل شرايح كده، يعني حبايه طماطم. ودلوقتي انا جهزتها معاكم على ما ابدا احشي الممبار، وبعدين احط بقى. وانا كده هبدا اعمل معاكم بقى الكزبره بتاعت خلطه المحشي زي ما انتم شايفين. انا غسلتها وجهزتها اهو. هبدا بقى اخرطها، اشيل دي كده. عامه انا دايما بحب اعمل الحاجه دي على ايدي، يعني اللي ما بتعرفش تعملها كده ممكن تعملها على البرد، تبقى ناعمه عشان ما تبقاش باينه في المحشي. واهم حاجه المحشي بيحب الكزبره كتير، كزبره، شبت، كرفس، بيديها نفس جميل والله. وابدا احط هنا الرز شويتين كده. معانا هنا الكزبره، معايا هنا الصلصه شايفين كده. شفتوا حطينا الرز والكزبره والصلصه. معانا هنا شطه ناعمه، معانا كزبره ناشفه، توم باودر، معانا ملح، فلفل اسود وكمون. ده بقى احط عليه شويه زيت. خلاص كده انا خلصت. هجهز بقى الفرشه وابدا ايه احشي الممبار. وهبدا معاكم بقى احشي الممبار زي ما انتم شايفين. هاخد كده واحده واحده. تمام. اهم حاجه لما نيجي نحشي الممبار ما نكترش الرز عشان ما يفتحش معانا وهو بيستوي. وانا هوريكم انا بعمله ازاي اهو. لازم نعمله كده زي ما انتم شايفين اهو.
لازم اهو كده عشان ما يفتحش معانا وهو في الميه اهو. ناخد تاني واحده. زي ما انتم شايفين اهي. خلاص اهو خلصت اهو. هبدا بقى اقوم احطه في الميه. خلاص كده زي ما انتم شايفين هبدا بقى احطه في الميه كده. شايفين واحده والتانيه اهي. ودلوقتي هنعمل معاكم صينيه بطاطس بالفراخ، لان عند الاطفال عيالي يعني ما بيحبوش الممبار، فقلت لهم اعمل لكم صينيه بطاطس بالفراخ مع طبق رز بشعريه. تمام. وانا اهو جهزت الطماطم وعند البصل والفلفل والثوم ماشي. وبضرب ده كله في الخلاط مع بعضه، لان عندي برده هم عيالي ما بيحبوش البصل والحاجات بتبقى ظاهره في البطاطس. هاخدها الوقت اضربها في الخلاط. خلاص. ابدا بقى اشغل الفرن واحطها حوالي يعني نص ساعه. ودلوقتي هبدا افتح معاكم على الممبار اهو. شايفين الجمال، شايفين الريحه، وما شاء الله والله العظيم حاجه كده تفتح النفس. هبدا اوريكم واحده اهي. شايفين؟ وزي ما انا قلت لكم اعملوا نفس الطريقه، وما بنيجي نحشيه لازم يبقى الرز مهوي فيه عشان ما يفتحش معانا وهو بيغلي. شايف؟ هبدا انا بقى اغطيه اهو، اسيبه كمان حوالي 5 دقايق وهطلعه من الشوربه. ودلوقتي انا طلعت الممبار اهو من الشوربه. شايفين؟ والله العظيم يعني الريحه ما شاء الله، وشكله اساسا مش محتاج تحمير، بس انا برده لازم بحمره. هبدا بقى اشيل السلبه من عليها. شايفين؟ ده بقى على الشوايه عشان تاخد لون من فوق. هاخدها بقى كده معايا اهو. ونقلها كده طعمه. مين اللص اللي اكل من الفرخه دي؟ مين اللي كل من دي؟ حرامي. انا لسه صغير. امسك حرامي. ماشي. هي بتاعت العجين. ها؟ بتاعت القرص، انا بتاعت القرص.